اول علاقة زنا في التاريخ. النهاردة هنعرف ايه اول علاقة زنا في التاريخ وازاي حصلت، ويا ترى مين كان السبب. وده يعتبر كان بداية العصيان في الارض بسبب ابليس. ومين هو النبي شايس اللي جه بعد سيدنا ادم عليه السلام؟ قبل ما نكمل بس الفيديو بتاعنا اعمل لايك وسبسكرايب وشير وشجعوني كده، وكملوا الفيديو للاخر عشان نعرف الحكاية من الاول للاخر. ويلا نشوف ايه الحكاية. الاول بس ما تنسوش الصلاة على النبي. طبعا كلنا عارفين قصة قابيل وهابيل، وان ده اول جريمة على الارض، وان ربنا بعت غراب لقابيل عشان يعلمه ازاي يدفن هابيل اخوه. والقصة دي كلنا عارفينها، بس احنا جايين النهاردة عشان نعرف اول علاقة زنا في التاريخ. بعد ما قابيل قتل اخوه هابيل وهرب، راح هو ومراته وقعدوا في السهول. وسيدنا ادم عليه السلام هو واولاده كانوا قاعدين في الجبال. وسيدنا ادم ربنا رزقه بالنبي شيس عليه السلام، وعلى فكرة كان بيساعده في الدعوة والنصح والإرشاد، وإن هو يحط الناس على الطريق الصح. هو متذكرش في القرآن، بس اللي قالوا الكلام ده أهل الكتاب في الكتب التاريخية. المهم بعد وفاة سيدنا آدم عليه السلام كان موصي ابنه شايس إن هو ياخد باله من قومه، وإن هو يهتم بيهم ويهتم بأمورهم وما يسيبهمش. وبعد موت ام حواء ام البشر بعد سيدنا ادم عليه السلام بسنه تقريبا، اتكفل شيس بدفنها، ودفنها بالطريقه اللي علمتهم الملائكه لما مات سيدنا ادم. وبعدها شرع امور الدين لقومه ويبين لهم الحلال والحرام ويحطهم على الطريق الصح. والناس طبعا بقت بتاخد بكلامه وبتسمع كلامه هو وسيدنا ادم، لانهم كانوا ماشيين على نفس الشريعه ونفس المنهج. وحرم الاختلاط مع قوم قابيل والاختلاط معاهم، وده طبعا لان هم فاسدين واخلاقهم مش كويسه. والناس فعلا سمعت كلامه ومبقاش بيتعاملوا مع قوم قابيل خالص، وسمعوا كلامه. وبعد فتره توفاه الله، واللي كمل مسيرته ابنه انوش، وده كان اول ابنائه. وربنا ما بعتش نبي من بعده على طول، والناس كانت ماشيه بشريعه سيدنا ادم وابنه شيس عليه السلام، وكانوا بيسمعوا الكلام وكانوا بيعملوا كل اللي كان بيقولوا عليه بالظبط، وهم في الطريق الصح. وتعالوا بقى نروح لبداية العصيان. بعد غياب الأنبياء بقى في الوقت ده، وبعد وفاة أنوش، بدأ إبليس إن هو عاوز يوقع كل البني آدمين في المعاصي. وطبعا بدأ يغريهم ويمشيهم ورا شهواتهم ويوسوس لهم. ومن هنا طبعا كان بداية العصيان في الأرض. فراح إبليس لقوم هابيل في السهول، ولأن هما بيحبوا الباطل والمعاصي شويتين، فبدأ ان هو يدخل لهم على هيئة شخص، وقعد يخترع لهم في حاجات غريبة، وبعمل لهم عيد يتجمعوا فيه نساء ورجال مع بعض. وفي العيد ده طبعا كانوا بيتجمعوا النساء والرجال، والنساء كانت بتتعرى وبيغروا الرجال، وكان بيعمل لهم كده اصوات زي موسيقى، وكان بيبقى صوتها حلو. وفي الوقت ده الاصوات قعدت تقرب من الجبال، ففي شوية من قوم ادم اللي ايمانهم ضعيف حبوا ان هم يعرفوا ايه الصوت ده وايه ده بالظبط. والصوت كان لافت انتباههم جامد، وبدأ ان هم فعلا يقربوا من قوم قابيل ويراقبوهم ويتفرجوا من بعيد. بس المرة دي استكفوا ان هم يراقبوهم ويسمعوا من بعيد. بس في مرة بقى من ضمن المرات اللي قوم قابيل عندهم في عيد، واحد من قوم سيدنا آدم راح دخل في وسط الأعياد بتاعتهم. وعلى فكرة الستات في قوم قابيل كانت جميلة جدا، والرجالة في قوم آدم كانوا حلوين جدا. ولما رجع بقى قعد يحكي للناس على اللي شافه من جمال وإغراء وتعري، وقد ايه هم حلوين. ومن كتر كلامه اغراهم وعصوا شيس عليه السلام. وفعلا راحوا عيد من اعيادهم واختلطوا بالقبيله كلها، واختلطوا بالنساء اللي موجوده هناك. والنساء كانت معجبه بالرجال، والرجال كانوا معجبين بالنساء لان هم حلوين جدا. وقعدوا يغروهم ويتعروا لحد ما حصلت اول علاقه زنا في التاريخ. بعد اللي حصل ده، في اشخاص من اللي هم ايمانهم ضعيف في قبيله ادم سمعوا عن اللي حصل، فنفوسهم راحت ان هم يعملوا علاقة مع الستات. وبدأ العدد في الجبال بيقل وفي السهول بيزيد، وقوم قابيل زادوا بطريقة غبية، وانتشر الفجور والفساد بره قبيلتهم، وبقى بيعتدوا على المؤمنين وبيقتلوهم. وبعد كل اللي حصل ده وانتشار الفساد والكفر، ربنا بعت سيدنا إدريس عليه السلام، وده اللي كمل مسيرة سيدنا شيس عليه السلام. وربنا بعته عشان يقضي على الشر والفساد والكفر اللي انتشر في الأرض بسبب قوم قابيل. وسيدنا إدريس هو أول من شرع القتال في سبيل الله، وياخد الأسرى ويجهز الجيوش، وهجم على قوم قابيل وهزمهم وأسر منهم، وكان سبب كبير جدا في تقليل شرهم في الارض. وربنا كرمه احسن تكريم ورفع من قدره في الدنيا وفي الاخره. لو وصلت بقى لحد هنا ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب والشير عشان القناه تكبر. وكان معكم حسن الخولي.